والله العظيم انا اديت مريم 100 جنيه، والله العظيم لما اشوف مريم هديها 100 جنيه. في فرق كبير بين الحلفان الاول والحلفان الثاني. والله العظيم انا اديت مريم 100 جنيه، ده حلفان على ماضي. الانسان لما يحلفه اما يكون صادق فيه واما يكون كاذب. لو كاذب دي كبيرة من الكبائر. من حلف على يمين وهو كاذب فيها ادخله الله النار وحرمه الله على الجنة. وفي رواية لقى الله وهو غضبان عليه. لازم تندم وتوعد ربنا انك مش هترجع للحلفان ده تاني. اهم حاجة لو حد عنده حق عندك لازم ترجعه له. حلفت ان انا اديت مريم 100 جنيه وانا ما كنتش اديتها، فلازم اديلها فلوسها. حلفت على واحد ان هو عمل حاجة وهو ما عملهاش، لازم اروح للناس اللي انا حلفت قدامهم واقول ان هو ما عملهاش. الفن التاني بقى اللي هو والله لما اشوف مريم هديها 100 جنيه، ده حلفان على المستقبل ما فيهوش كاذب او صادق، فيه هتعمل ولا ما تعمل. فلو انا شفت مريم واديتها ال 100 جنيه خلاص كده انا بريت بقسمي. لو انا شفتها وما اديتهاش ال 100 جنيه كده انا عليا كفاره. الكفاره مش زي ما حضرتك قلت كده، مش صيام 3 ايام، انك لازم تطعم 10 مساكين. لو مش معاك تطعم 10 مساكين هنا بقى هتصوم ال3 ايام. انا حلفت ان انا لما اشوفك لازم اديكي 100 جنيه. تعالي اروح خالتك. هو انت مش حلفت انك هتديني 100 جنيه؟ انا قلت هديكي واديتها لك فعلا، فبريت بقسمي وخدت منها ال 100 جنيه تاني، صح ولا ايه؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات عشان ترفع الفيديو. مع السلامه. قولي لهم مع السلامه. مع السلامة.